حبايبي طلاب الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده يا ابطال مع فيديو تاني من المعسكر بتاعنا، فيديو الخاص بالجرامر. النهارده يا حبايب قلبي طبعا احنا الحمد لله بفضل الله، يعني من كتر الكلام اللي جالي من الريفيوهات بتاعتكم على فيديو كلمات. كام قد إيه انا كنت سعيد بجد من الريفيوهات بتاعتكم، ويعني شجعني ان أنا اقدر ادي لكم اكتر واكتر. فانا يا ريت نخلينا بالحماس ده للاخر بقى، ما نملش. تمام. النهارده يا حبايب قلبي باذن الله عندي فيديو تاني الخاص بالجرامر. هنفرم الجرامر بتاع الوحده الاولى، المضارع التام والمضارع التام المستمر. هنتك على كل جزئيه فيه، كم اسئله مش قليل، اسئله على الام سي كيو، اسئله على الريرايت، كل ما يخص القاعده باذن الله. سواء قابلنا قبل كده او ما قابلناش قبل كده، في تريكات بسيطه كده موجوده هنسهلها لكم ان شاء الله، بحيث انك تخرج من الفيديو ما انتش حامل هم حاجه. يلا عشان نبدا بسرعه قبل ما تكسل مني، نقول بسم الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وركز معايا ورقتك وقلمك يا بطل زي ما احنا اتعودنا. اول جزئيه عندنا، اول سؤال بيقول hurry up يعني اسرع، و space for you 20 minutes. اسرع احنا انتظرناك لمده ايه؟ 20 دقيقه. طبعا يا حبايبي الجمله بتاعتي هنا بيقول لك ان حدث تم وانتهى في الماضي وله اثر، فطبيعي ان احنا بنستخدم المضارع التام، يبقى الاجابه الصح بتاعتك هتبقى ايه؟ have waited. بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى انتظر. تمام. طيب question number 2. There's been 10 police dramas on television so far. استنى بس كده، اعمل دايرة على كلمة so far. This year هذا العام. It's only April. طب هو هنا ده مبدئيا بيتكلم على so far و recently و up till now و since و for، كلمات اللي انت لما بتشوفها بتعرف انك بتلعب على قاعدة الايه؟ المضارع التام. فطبيعي لما بتبقى القاعدة بتاعتي في المضارع التام بجيب have أو has، والتصريف الثالث أنا بقول لك كان يوجد. فطبعا عندي هنا have أو إيه يا شباب؟ أو has letter B أو letter C. يبقى الإجابة الصح بتاعتي يا شباب هتبقى إيه؟ هتبقى have، لأن هنا بقول لك تم 10 جمع، بيتكلم على 10 حاجات هنبقى خاصين بالدراما في الأكشن. تمام. يبقى هنا الإجابة بتاعتي جمع، فهنجيب letter B. نبص على question number 3. Only one British female astronaut not time on a space station. فقط واحدة من رواد الفضاء الفيميل الأنثى not time هي اللي قضت وقت على إيه؟ space station، على محطة الإيه؟ الفضاء. طيب الجملة بتاعتي جاب لك spent وهاد spent وهاز been spending وهاز spent. طبعا الإجابة بتاعتي بيتكلم على إنجاز حصل في وقت معين غير محدد في الماضي، والفعل بتاعي هنا طبعا مفرد، فالإجابة الصح بتاعتي يا شباب هتبقى إيه؟ هاز spent، حدث تم وانتهى فين؟ في الماضي. نبص على السؤال اللي بعده. السؤال بيقول he is really much more handsome. handsome خدناه قبل كده يا جماعة، اللي هو بمعنى ان هو انسان ايه؟ انسان وسيم. تمام كده. in the flesh than I space. than I space. طبعا صلوا بينا على النبي. الكلمة اللي تحت هنا كلمة thought او think، يعني طبعا ده من ضمن افعال ايه يا جماعة؟ الشعور والاعتقاد، زي كلمة think وغيره. فمبدئيا كده هي في الغالب ما بتجيش في الاستمرار، فبالتالي الاجابه الصح بتاعتي هنا am thinking اجابه خاطئه. فبالتالي لما نيجي نبص على الجمله اللي بعد كده يا شباب، يبقى thought و have thought و has thought. اقول لك ان كلمه has ما تجيش مع الاي اللي هي قبل النقط دي، فطبعا دي هنمشيها. يبقى الاجابه الصح بتاعتي تبقى يا شباب have thought. تمام. نبص على الجمله اللي بعد كده. This farm، هذه اللي يا جماعة هذه المزرعة not organic vegetables for more than 2 years now. المزرعة دي بتعمل organic vegetables بقالها أكتر من 2 years now، بقالها أكتر من 10 سنين حتى الآن. طبعا الإجابة الصح بتاعتي عشان في for more than 2 دي المصطلح ده قال لك ده مضارع تام يا دكتور، فبالتالي الإجابة الصح بتاعتي هتبقى يا شباب has grown، لأن ده معناه إن حدث بدأ وما زال مستمر، لأن المزرعة دي ما زالت بتنتج الإيه؟ الخضروات. نبص على الجملة اللي بعدها. I first spoke to him last Friday. أنا أول مرة أتكلم معاه كانت last Friday، يعني كانت الجمعة الإيه؟ الجمعة الماضية. I spaced met him before. عايزك تركز لي على كلمة before. طبعا اعرف إن كلمة before هنا معناها إن عمري ما عملت الحاجة دي مسبقا. تمام. طيب أولا قال لك I first spoke، الأحداث هنا كلها فينا يا شباب في زمن الإيه؟ في زمن الماضي. تمام. فبالتالي الطبيعي إن الإجابة بتاعتك الصح هنا أولا هتقول أنا عمري يعني never، بس طالما في دل على في الجملة الأولانية على حاجة في زمن الماضي، يبقى في الحالة دي احنا بنجيب هنا ماضي إيه يا شباب؟ ماضي تام. I had never met him before. أنا لم أسبق إن أنا إيه؟ قابلته من قبل. خلي بالك إن never بتستخدم كتير جدا مع كلمة before. نبص على question number 7. السؤال بيقول I don't know، أنا مانيش عارف your friend آدم. I not him، أنا معرفش زميلك إيه؟ أنا معرفش زميلك آدم. تمام؟ صلوا بينا على النبي.
اولا انا عمري ما قابلته، فطبيعي ان الاجابه الصح بتاعتي ابدا يعني هتجيب لي كلمه never. بس طبعا انت بتقول لي هنا يا مستر احمد ها I have never met. ليه have never met؟ لانك انت طبعا انت بتتكلم على حاجه وخبره سابقه في الماضي لم تحدث، فبالتالي بنجيب هنا have وهاز والتصريف الثالث. بس خلي بالك ان عايز كلمه never لان بيقول لك انا ما اعرفهوش. تمام. الجمله اللي بعدها don't ask me what octopus tastes like. يعني ما تسالنيش على الطعم بتاعه. I not eating it yet. انا لم اجربه حتى الان. عندك كلمه يت قالت لك ان ده مضارع تام، وهنا الاي يبقى بالحاله دي هجيب لي هنا هافنت ترايد، انا لم اجربه. تمام. خلاص يا شباب. طيب واتفقنا ان كلمه يت بتيجي اصلا في الجمله المنفيه او في الجمله الاستفهاميه. نمبر 9 you can stop looking for my glass I spade them. you can stop انت تقدر تتوقف عن البحث عن النضاره بتاعتي، انا وجدتهم. فطبعا كلمة أنا وجدتهم يبقى الحاجة دي حصلت وتمت وخلصت ولها أثر موجود حتى الآن، انتهى منذ لحظات بسيطة، فبالتالي بنستخدم المضارع التام. ها يا ترى أنت عرفت الإجابة؟ ممتاز، هتبقى I have just found. أنا لسه لاقيهم. طب ليه ما جبتليش just يا مستر؟ لأن just هنا بتيجي ما بين شقي الفعل، يعني ما بين have وهاز نحط already وجاست والحاجات دي كلها. Number 10 I think our neighbors. أعتقد إن جيراننا نقط away. تمام. For the weekend there is no one at home. أعتقد إن هم ذهبوا أو خرجوا. تمام كده مفيش أي حد موجود هنا. طيب يا ترى يا مستر أحمد الإجابة الصح هتبقى هنا إيه؟ have been ولا have gone to ولا have gone ولا went؟ طبعا كلمة have gone to دي معناها إن طالما مفيش حد موجود ذهب ولم يعد يبقى بجيب كلمة gone. يبقى هنا الإجابة الصح هتبقى have gone. طب يا مستر أحمد ما جبتليش gone to ليه؟ أقول لك لأن يا دكتور تو دي لازم بعدها مكان، وهو طبعا ما جابلكش هنا مكان. صح، وبيقول لك هم خرجوا جو اوي يعني يذهب او يترك البيت. خلاص. طيب نمبر 11 oh oh no I space my passport we will have to go back and get it. واحد بيقول لك انا نسيت الباسبور بتاعي. انا خلي بالك من كلمه will have to يعني هيكون مضطر ان هو يرجع يجيبه تاني. فهنا بتقول ان حاجه طبعا حصلت وقعت في الماضي ولا اثر حالي قوي اللي هو انت مضطر have to، فبالتالي بتستخدم المضارع التام اللي هي يا ابطال ها اللي هي have forgotten. ممتازين. انا بحاول زي ما انا وعدتكم هديك مسافه كده سبيس عشان تقدر ايه تحل معايا. حاول انك تبقى سابقني بخطوه كده، راجع نفسك معايا. It's 11 o'clock and Adam not hasn't come home. Where could he be؟ يعني جملة بتقول لك الساعة بقت 11. جميل. وهو لسه ما جاش. طبعا عندنا هنا ما زال خارج البيت، فطبعا عندنا التعبير اللي هو still ده بيعبر عن استمرار حالة عدم وصول الشخص. تمام. حتى مع رغم تأخر الوقت بوجود كلمة 11 في قلب الجملة بتاعتي. خلاص. Number 13 during the 19th many Egyptian people. يعني أثناء التسعينيات معظم الناس المصريين not to go on holiday to the north coast. طيب هو هنا بيقول لك during أثناء التسعينيات، يبقى معنى كده ان هو ذكر لك فترة زمنية فين يا جماعة؟ ذكر فترة زمنية في الماضي. تمام. وطبعا حدد وقت معين، يبقى طالما في وقت تحديد او عند تحديد وقت معين اعرف انك دايما بتستخدم الماضي البسيط مش المضارع الايه؟ مش المضارع التام. نبص على question number 14. الكلام لغايه دلوقتي الكلام سهل مفيش مشاكل اهو. نحاول نراجع مع بعض كده يا ابطال. stop the car. وقف العربيه. I think we space over a cat. اعتقد ان احنا تمام كده خلي بالك بنمشي او مشينا على ايه يا جماعه؟ على فوق قطه. تمام. طيب I think we ran ولا have been running ولا have been running had been running ماضي تام ومضارع تام وهاف run. مبدئيا خلينا نتكلم كده بالراحه. انت عندك هنا جزئيتين في قلب الايه؟ في قلب الجمله بتاعتك. الجمله الاولانيه بتتكلم على نقطه انك مشيت او ماشي على ايه يا جماعه؟ ماشي على عربيه. صح، ماشي على ايه؟ ماشي على قطه. فيا ترى مستر احمد هستخدم معاها هنا دلوقتي الجمله بتاعتي هستخدم معاها المستمر ولا هستخدم معاها البسيط؟ اقول لك لا، هو انت مش بتنيك ماشي فتره طويله، هو مفيش لفظ اصلا هنا في الجمله بتاعتي عبر عن ايه يا جماعه؟ عبر على استمرار. يبقى الاجابه الصح بتاعتك ان انت مشيت على القطه حدث تم وانتهى. تمام. فانت بتقول له الحق اقف احنا عدينا على القطه، وقف العربيه. خلاص. طيب there isn't any typing paper. مفيش اي ورق للطباعه. it not up. استهلك كله. تمام. فكلمة استهلك كله معناها ان احنا بنجيب هنا خلي بالك مضارع تام، حاجة حصلت وخلصت. تمام كده وموجود لها اثر. تمام. الورق كله تم استنفاذه. فإت is all using لا has all used. اقول لك ثواني بس، مش الإت دي يا جماعة جاية في الباسيف يا مستر، يبقى ما ينفعش اجيبها مبني للمعلوم هنا غلط. يبقى لازم هنا في الصيغة التامة بجيب هنا ايه في النص عندي يا جماعة letter C has been all used. تم استنفاذه كله. Number 16
all the pavements كل الأرصفة اللي موجودة not wet يعني تكون مبتلة. قال له yeah didn't you know هو أنت ما تعرفش it has been raining for an hour ما تعرفش إن هي كانت بتمطر لمدة ساعات. طبعا خلي بالك طالما احنا جبنا هنا مضارع تام يبقى لازم كان هناك زي ما انا كنت بقول لكم مضارع ايه؟ مضارع بسيط. لما كنت بقول لك لو الجمله دي حاجه مترتبه على حاجه فبجيب مضارع تام يبقى معاها مضارع بسيط. لو كانت ماضي بسيط يبقى اجيب معاها ماضي تام. صح ولا غلط؟ فانا بقول لك تكون. طب لو انت اخترت لي هنا وير اقول لك لو وير يبقى اجيب معاها ماضي تام اللي هي باستخدام كلمه ايه يا ابطال؟ هاد والتصريف الثالث. خلاص. طيب نبص على question number 17. I am so pleased to see you. أنا سعيد جدا إن أنا شفتك. I space to talk to you since the week. صلي على النبي كده وركز على الجملة بتاعتك وفكر معايا للحظة صغيرة واعرف الجملة الصح هتبقى إيه. أولا أنا بقول لك هنا أنا مبسوط إني شفتك. تمام. أنا نقعد أتكلم معاك أنا كنت عايز أتكلم معاك منذ the weekend. أولا جاب لك هنا كلمة since وجاب لك بعدها فترة زمنية خلصت. فطبعا الجملة بتاعتي هنا بتعبر عن المضارع التام. ففعل want من أفعال الستيت فيربس. الستيت فيربس طبعا ما بتجيش في الاستمرار يبقى على طول تقوم جاي شايل لي لتر سي ولتر بي. اتبقى wanted واتبقى have wanted. أقول لك إن كلمة since بيجي بعدها أو معاها البريزنت بيرفكت المضارع الإيه؟ المضارع التام البسيط هنا. خلاص. نبص على question number 18 رقم كام؟ رقم 18. يلا يا ابطال كده مع بعض صلوا على النبي. الجملة بتاعتي بتقول how many times طبعا جاب لك how many times كم عدد المرات have you visited your relatives انت زرت فيها اقاربك not you returned from abroad. في حاجة احنا شرحناها قبل كده لما قلت لك ان لو جالي هنا في النص ركز معايا الإجابة طبعا هنا أولا حد عارفها قبل ما أبدأ شرح. ممتازين. هتبقى سنس ليه يا مستر أحمد؟ لأن سنس بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، أو ممكن يجي قبلها مضارع تام مستمر وبعدها ماضي بسيط، أو ممكن يجي قبلها اتس فترة زمنية وبعدها ماضي ايه برضه؟ ماضي بسيط. يعني قبلها ثلاث حاجات: اتس فترة زمنية سنس ماضي بسيط، مضارع تام سنس ماضي بسيط، مضارع تام مستمر سنس ماضي بسيط. يبقى الإجابة الصح بتاعتها هتبقى كلمة ايه يا أبطال؟ كلمة سنس. Number 19 why is all this laundry still here؟ ليه كل الغسيل ده موجود لغاية هنا دلوقتي؟ تمام. they not the washing machine yet هم نقط صلحوا الغسالة بتاعتهم حتى الآن. طالما انا بقول لك ان بشتكي ان بقول لك الحاجه دي لسه موجوده جميل كده يبقى معنى كده ان هنا في كلمه يت كمان قالت لك ان الغساله دي لم تغسل. فطبيعي هستخدم معاها كلمه ايه؟ haven't repaired letter B. نبص على question 20 would you like a coffee؟ هل انت محتاج قهوه؟ قال no thanks لا شكرا. I spilled 3 cups this morning انا شربت 3 كوبايات هذا الصباح. طبعا عايز اقول لك على حاجه صغيره. مبدئيا لو ذكر لك عدد مرات حدوث الشيء ما ينفعش نجيب اي صيغه استمراريه، فبالتالي انت بتقول انا بالفعل شربت. فبالفعل انت هنا طبعا بتقول له اوريدي عشان بتبرر له سبب رفضك انك مش عايز قهوه دلوقتي. يبقى الاجابه الصح بتاعتي تبقى ايه؟ have already drunk. هي دي الاجابه يا شباب، الاجابه الصحيحه. كده احنا خلصنا اول 20 جمله. نسمي الله ونبص على ال 20 جمله اللي بعدهم وركز معايا واحده واحده كده يا ابطال ونقول بسم الله. رقم 21 يا ابطال بتقول they are angry because the last time they space was 2 months ago. اولا انا بقول لك هم متضايقين لان اخر وقت اندفع لهم فلوس كانوا من شهرين. طبعا هو هنا ركز معايا بس كده، احنا هنا طبعا بعد كلمه the last time الطبيعي انك بتستخدم زمن الماضي اللي يا شباب الماضي البسيط. جميل كده. فبالتالي المفترض هنختار لتر ايه؟ ها حد عارف؟ ها got paid اللي هي الباست من كلمه get paid يعني يتم الدفع له. طبعا عشان عندك كلمه ايه كمان يا جماعه؟ ago تعبر من التعبيرات الخاصه بالايه يا جماعه؟ بالماضي البسيط. نبص على الجمله اللي بعدها they are angry because they not for 2 months هم متضايقين because. اولا هقول لك على حاجه صغيره for 2 months هو هنا ما ذكرلكش اي حاجه ولا جاب لك اي تعبير عن الماضي، اذا جملتي مضارع. طيب بص يا سيدي، اولا عندك كلمه because لقيت قبلها مضارع بسيط يجي بعدها مضارع تام، لقيت قبلها ماضي بسيط يجي بعدها ماضي تام. يبقى they are angry because they have paid. هم ثواني بس، هم اللي هيدفعوا ولا هيندفع لهم بس عشان نبقى فاهمين؟ اقول لك لا هم مفعول فهم هيتم الدفع ليهم. طب انت سيادتك قلت لي دلوقتي ان طالما هنا في مضارع بسيط يبقى هنا في مضارع ايه؟ مضارع تام. بس هو هنا جاي في صيغه المبني للمجهول، فطالما جاي في صيغه المبني للمجهول يبقى هجيب هنا لتر ايه؟ لتر سي. I haven't been paid انا لم ادفع اموال. خلاص لم يدفع لهم ايه؟ اموال. فهمنا ولا فهمناهاش؟ نبص على 23 يا ابطال صلوا على النبي. الجمله بتقول I met all my friends yesterday. طبعا جاب لك كلمه yesterday وجاب لك معاها كلمه met ماضي بسيط. تمام.
ولكن انا ما قابلتهمش نقط. but I haven't seen them any one of them نقط. انا شفتهم امبارح ولكن انا ما قابلتهمش النهارده. صح ولا غلط؟ ما ينفعش تقول لي هذا العام، ما هو انت قابلتهم امبارح، ما هو امبارح ده من نفس السنه، ولا هذا الترم، ولا this month. طبعا اجابات غلط. الاجابه الصح يا شباب هتبقى ايه؟ كلمه today، وطبعا كلمه من الكلمات اللي تدل على ايه؟ على المضارع التام. طيب not have you known that you are going to have a baby. هنا بيقول لها not have you known، انت عارفه انك هتولدي او يبقى عندك مولود. فطبعا هنا يا شباب انا بسأل سؤال معين على قاعدة معينة، يا ترى انت عارف انهي جملة هنا اللي هتبقى صح؟ اول حاجة since then، ولا how often، ولا how long، جميل كده، ولا since when. طبعا how long ago مع هنا طبعا ago قال لك قبل كده، لازم طالما لقيت دي لازم تجيب بعد كلمة did، لان الجملة ده الزمن الماضي، وهنا have يبقى اذا الاجابة دي غلط. طبعا انا عندي هنا في رابط خدناه يا شباب اسمه since when. since when يعني ايه يا مستر احمد؟ يعني منذ متى. منذ ايه يا شباب؟ منذ متى. هو دي الاجابه الصح، بقول لك منذ متى have you known، انت عارفه. طبعا جاب لك since وجاب لك بعدها مضارع ايه؟ مضارع تام. جميل كده. الاجابه ايه يا جماعه؟ الاجابه سهله ما فيهاش مشكله. حاول تعرف الاختلافات في الروابط الجديده دي. طبعا how often ما ينفعش اقول لك كم عدد مرات، يعني ما لهاش سياق اصلا معانا في الجمله. طيب question number 25. She's been unemployed for a long time but thankfully she has got a job now. يعني هي تكون غير موظفة بقى لفترة طويلة، تمام. ولكن بتشكر ربنا يعني ان هي اصبحت ايه، او ان هي اصبحت موظفة هذا الوقت يعني. يبقى انا بتكلم هنا يا شباب على الجملة بتاعتي. بقول لك هي not unemployed، هي كانت لفترة طويلة for a long time. يا ترى الإجابة الصح بتاعتي هنا في رقم 25 هتبقى إيه؟ يا ترى هي فور دي من ضمن كلمات المضارع التام، ولا ده حدث وتم وانتهى وخلص؟ أقول لك أنا على حاجة صغيرة. أولا صلى على الحبيب. she has been unemployed ولا she was unemployed؟ طبعا هو الايه الشك في دول. اقول لك على حاجه صغيره. هو هنا دلوقتي قلت لي هنا هي كانت لمده طويله ولكن الحدث تم وانتهى، فاحنا بنسميه حدث ميت. فحدث ميت دوت يا جماعه تم وانتهى، يبقى ده حدث في زمن الماضي البسيط، يبقى she was unemployed، هي كانت غير موظفه. حدث تم for a long time ده مش كلمه تعبر لي عن المضارع التام هنا يا شباب. انا بتكلم على حدث تم وخلص وانتهى في الماضي، حدث ميت ملوش اثر حتى الان. Number 26، السؤال رقم 26. Hala has been a vegetarian for 10 years now. يعني هي بقالها 10 سنين vegetarian، تاكل خضروات بس. And she not meat at all during this time. ما كانتش لحمة في ذلك الايه يا جماعة؟ في ذلك الوقت. يبقى هنا في الحالة دي يا شباب بقول لك هي لم تأكل لحمة في ذلك الوقت. طبعا هو جاب لي الأساس هنا بتاعي مضارع تام she has been وما زالت. يبقى أنا عايز أقول لك هي لم تأكل، يبقى هنا الإجابة الصح بتاعتي برضه يا شباب هيبقى ايه؟ مضارع تام، بس هيجي في الصيغة المنفية عشان يعبر ان هي لم تفعل هذا الشيء من قبل. الجملة اللي بعدها number 27. we had no car at that time. ما عندناش عربية، ما كانش عندنا عربية في ذلك الوقت، احنا كنا بعنا العربية. طبعا انا عندي هنا جملة طبعا يا شباب فيها يعني حاجة دلت على زمن الماضي، فبالتالي يبقى لازم يبقى معاك ماضي ايه؟ ماضي تام. وغير كده ان كلمة at that time تمام دي بتشير لايه يا جماعة؟ للماضي. وبيع السيارة حدث قبل ذلك الوقت اصلا. صح ولا غلط؟ تمام. نبص على الجملة اللي بعدها question number 28. ريماز buys a newspaper most mornings. يعني ريماز بايز بتشتري newspapers في معظم الأيام الصبح. but she hasn't bought one this night. ولكن هي لم تشتري واحد هذا الإيه يا شباب؟ صلوا بنا على النبي. أنا عايزك برضو تاخد وقت كده عشان تفتكر. أنا بقولك عشان تحل. هنا كلمة mornings صح ولا غلط؟ تمام. فالإجابة الصح بتاعتها هتبقى مين فيكم حل؟ أنا عايز كل واحد فيكم كده يحاول يسبقني علشان إيه؟ يبقى الدنيا معاك تمام. ما اشتريتش امتى يا شباب؟ ما اشتريتش this ايه؟ this morning، هذا الصباح. ما انا بقول لك بتشتري كل يوم الصبح. طيب the train drivers، سواق القطر not strike they stopped working at 12 o'clock. the train drivers not strike they stopped working، توقفوا عن العمل at 12 o'clock، الساعة كام؟ الساعة 12. يا ترى هنا has gone to ولا has been to ولا have gone to؟ تمام. انا عايزين نركز على الجملة بتاعتي كده عشان نعرف معنى الجملة بتاعتي. هما عملوا اضراب، تمام. عملوا ايه؟ عملوا اضراب. فطبعا هم توقفوا عن ايه يا جماعه؟ عن العمل. وحدث له اثر في الوقت الحالي، لان هم اصلا ايه؟ توقفوا عن ايه؟ توقفوا عن العمل. تمام. فالمصطلح ده يا شباب دايما يقول لك هم خلاص وقفوا عن العمل، السواقين القطارات، تمام. وتوقفوا عن العمل الساعه كام؟ at 12 o'clock، الساعه 12.
يبقى الحدث تم وخلص وانتهى، صح؟ له اثر ان في اضراب، ولكن هم ما رجعوش للحدث ده تاني، او ما رجعوش الاضراب بتاعهم وللعمل. فالاجابه الصح بتاعتها تبقى ايه؟ have gone on. have ايه يا جماعه؟ have gone on. This is the second time you not your bank credit. دي تاني مرة انت تفقد فيها الكريدت بتاع البنك. why you are so careless. طبعا this is مضارع وwhy you are مضارع، فبالتالي بقول لك انت لماذا كذا. فبالتالي يا شباب هنا هستخدم معاها مضارع تام زي ما انا اتفقنا. مضارع بسيط يبقى مضارع تام، يبقى have lost. this is the first time او second time او الكلام ده بنجيب معاها ايه؟ المضارع التام. Mona has been dieting strictly since her marriage and not she has lost 2 kilos. منى ماشية دايت فظيع أو شديد منذ الجواز and not she has lost 2 kilos، وهي فقدت. خلي بالك من كلمة has lost. يبقى طالما بقول لك has lost يعني بقول لك مضارع ايه؟ مضارع تام. طبعا انا عايز اقول لك ان كلمة ها هي حتى الآن. يعني ايه حتى الآن بقى؟ فقدت 2 كيلو. ممتازين so far. تمام. طيب نبص يا شباب على question number 32. الجملة طبعا بتقول لي هنا مريم نوت وظائف كتيرة بالخارج، يعني حاجة حصلت انتهت ولها أثر، ودلوقتي هي سافرت تركيا عشان تشتغل في شركة مالتي ناشونال، شركة كبيرة. طبعا يا جماعة طالما الحدث ده ما جابليش أي ظرف يعبر عن أو أي زمن يعبر عن الماضي البسيط، حاجة حصلت وانتهت في الماضي، يبقى ده مضارع تام. يبقى دي طبعا ما تنفعش، دي تنفع، دي ما تنفعش. has been having ما تنفعش استمرار. الإجابة الصح بتاعتها ايه؟ غير كده إن عندك has gone يا شباب، ذهب إلى تركيا، لم يعد حتى الآن، has gone to. number 33 بتقول she not this book. هي not هذا الكتاب. تمام. this week and she's based discuss it. هي not الكتاب ده لمدة أسبوع، والفعل تحت عندي هنا كلمة إيه يا شباب؟ كلمة read. تمام. يعني هي قرأت الكتاب ده لمدة أسبوع، وهي not بتناقشه، وهي تستطيع أن إيه؟ أن تناقشه. طيب لو جيت بصيت للجملة بتاعتي يا شباب، إن الجملة بتاعتي هنا قرأت الكتاب ده لمدة أسبوع، خلاص الحدث ده تم وانتهى بالفعل، يبقى الإجابة بتاعتي المفترض يبقى مضارع تام. يبقى الريد الأولى دي غلط، لأن هنا this week ديت مضارع تام، يبقى دي صح ودي صح. طب ديت هاد، لا إجابة خطأ. يبقى الإجابة الصح هتبقى دي أو دي. طب بقول لك هي نقط تقدر تناقشه، يبقى طبعا طالما بتقدر تناقشه في الوقت الحالي يبقى ده مضارع بسيط، يبقى الإجابة الصح هتبقى إيه يا جماعة؟ كان. وطبعا دي هتبقى إيه؟ wrong. 34 I not to contact her several times but the last time. أنا حاولت إن أنا أتصل بيها مرات كتيرة. طبعا كلمة يحاول أو حاولت إن أتصل عليها، الجملة بتاعتي يا شباب ما ينفعش أجيبها في الاستمرار، يبقى الإجابة الصح بتاعتي الأولانية كده الجزء الأول several times، يبقى هنا مضارع تام. يبقى لتر سي تنفع ولتر بي تنفع، ودي كمان لا، لتر بي ما تنفعش لأن ده مستمر. تمام. يبقى هنا عندي بي، عندي سي، وإيه يا جماعة؟ ودي. بعد كده آخر مرة I not to her، أنا تحدثت معها. طبعا هي كلمة آخر مرة تحدثت معها يعني حاجة حصلت في زمن الماضي، صح؟ فبالتالي عايز ماضي بسيط. نبص هنا كده، ده مش ماضي بسيط، يبقى دي غلط. طب دي ماضي بسيط، يبقى دي صح. يبقى هي دي الإجابة اللي يا جماعة الإجابة الصحيحة. ركز على الجمل اللي هي مختلطة ديت علشان ما تتلخبطش وتقع. When I was young I had a little collie dog but one day he bit me really badly. I have hated dogs not. تمام. انا بقول لك انا كان عضني كلب وانا كرهته منذ ذلك الوقت طبعا. تمام. فطبعا الاجابه الصح بتاعتي هتبقى هنا منذ ذلك الوقت، اسمها يا شباب ever ايه؟ ever since، بمعنى منذ ذلك الايه؟ منذ ذلك. منذ هكتبها لك اهو عشان تبقى ظاهره قدامك، منذ ذلك الوقت. هنبص يا شباب على رقم 36. الجملة بتاعتي بتقول which underlined verb must be changed to correct the sentence. أنه verb هنا لازم نشيله عشان ندي الجملة تبقى صح. It seems like ages since I last saw you. تمام. So much have happened recently that I don't know where to begin. صلوا على النبي. مبدئيا لو انت مشيت مع جملة كده، طبعا احنا خدنا اتس وفترة زمنية بيجي بعدها سنس وماضي بسيط كده، الكلام ده صح. سو ماتش طبعا عايزين نتكلم بس كده نقطة صغيرة. يا ترى مش عارف حد فيكم عارف الإجابة ولا لأ؟ ها أنا هتقل لساني شوية معاكم لغاية ما تكون أنت حاول تفكر كده معايا. طبعا يا جملة تركاية محترمة، عايزك تخلي بالك معايا. بصوا يا حبايبي، سو ماتش طبعا كلمة ماتش ومشتقاتها دايما يا جماعة بتعمل معاملة الإيه؟ معاملة المفرد، لأن uncountable noun. فبالتالي الفعل اللي جه بعدها كلمة have يجي مع المفرد اللي احنا نقدر نجيبه جمع بقى، مفرد وجمع الاسم المعدود. انما هو جاي لي هنا so much فبيعمل معاملة المفرد، فبان الفاعل مفرد فما ينفعش استخدم معاه كلمة ايه؟ كلمة have. فبالتالي الإجابة الصح هنا اللي أنا المفترض أشيلها هتبقى إيه؟ have happened، لأن هي الإجابة الصح كانت هتبقى إيه؟ has happened. صح ولا غلط؟ تمام؟ طيب نبص على الجملة اللي بعدها.
مستر رأفت has space arrived home، يعني هو وصل ايه يا شباب؟ وصل البيت. you can phone him، هو وصل البيت، فانا بقول لك انت تقدر يا جماعه تقدر تتواصل معاه. طبعا انا بقول لك هو لسه واصل البيت، فاحنا خدنا حاجه اسمها ما زال او لسه في الحال منذ وقت قصير، فبنجمع كلمه ايه؟ just. Number 38 have you finished your homework you are very quick. طبعا احنا خدنا يا شباب الجمله بتاعتي already بتيجي في السؤال في اخر الجمله اذا كان بيعبر عن ايه يا شباب؟ عن الدهشه من صوره انجاز فعل معين بوجود you are very quick. طبعا ده بالنسبه لاول ايه يا شباب؟ اول جزء عندي هنا. ونكمل الجمله بتاعتنا كده، احنا خلصنا بفضل الله اول 38 جمله عندنا في الدرس الكلمات الجرامر بتاعنا. نسمي الله كده ونكمل الجزء المتبقي عندنا ان شاء الله اكتر من 50 جمله او اكتر هنحل فيهم ان شاء الله. يا ريت نكون مصحصحين كده مع بعض ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا شباب على question number 39 we haven't really met، يعني احنا بالفعل لم نتقابل، تمام، not the last few months. اولا خلينا نتكلم عن نقطه صغيره. الطبيعي انك عندك هتختار لا اما for لا اما since، ولكن لو كنت بقول لك the last، لو جالي هنا يا شباب ذا وبعدها فترة زمنية، طالما جاب لي ذا وبعدها فترة زمنية يبقى في الحالة دي بجيب معاها كلمة فور. إنما لو جاب لي هنا ذا من غير فترة زمنية، يعني جاب لي هنا اسم أو صفة، يبقى في الحالة دي يا شباب بجيب هنا كلمة إيه؟ كلمة since. Number 40 حنين has become more optimistic not she got the job، هي أصبحت متفائلة منذ أن حصلت على الوظيفة. خدنا إن الرابط لما يجي لي إيه الرابط اللي بيجي في النص قبل منه جملة مضارع تام وبعدها ماضي بسيط؟ طبعا هو الرابط since، لسه متكلمين فيه من شوية. نبص على الجملة اللي بعدها It's the first time I have written an essay، دي أول مرة أكتب فيها المقال. ده بيدينا الامبريشن انطباع أن، طبعا أنت أول مرة تكتب فيها المقال، معنى كده إنك عمرك ما كتبت مقال. الجملة الأولى بتقول many essays were written long ago، مقالات كتيرة كتبت، إجابة غلط. A few essays have already been written، قليل، لا هو ما كتبش أصلا خالص. I have never written، طبعا never و before يبقى هو كده أكد لك إن هو عمره ما كتب إن دي the first time أول مرة. Number 42 we have visited مطروح، إحنا زرنا مطروح. not جميل. it's quiet and calm، يعني هادية ولطيفة، الدنيا هناك جميلة يعني. إحنا زرنا مطروح. Number 42 طيب أولا زرناها lately ولا recently، جميل كده، ولا ago ولا A and B؟ طبعا هقول لك ان عندي lately و recently الاتنين بمعنى مؤخرا بيستخدموا في اخر الجملة عشان نعبر عن احداث ايه يا شباب؟ وقعت منذ وقت ايه؟ منذ وقت قريب. نبص على 30 على 43 so far we spent the lost jewelry، احنا وجدنا المجوهرات. طبعا so far بتقول لك ان دي كلمة من كلمات المضارع التام، وبما ان هما بيبحثوا اصلا عن المجوهرات المفقودة فهم خلاص هما بقول لك بس خلي بالك had found haven't hadn't، يعني معنى الكلام ده طالما هي مفقودة، تمام، فالجملة هنا بتتطلب منك ايه يا فندم؟ بتتطلب منك النفي. بس so far من كلمات المضارع التام يبقى we haven't found. نبص يا شباب على question number 44 وخلي بالك معايا عشان ده يعني فيه تركية شوية. your father back yet، طبعا سيادتك هتقوم جاي معلمنا على كلمة yet، هتقول لي دي كده مضارع تام يا مستر، على طول هنزل اختار هاف او هاز. قال لك هي is about to come، هو على وشك يجي، بليز كم ان، من فضلك ادخل. طبعا الجمله بتاعتي هنا يا شباب هاف او هاز عايزه بعد الفاعل، هنا عايزه التصريف الثالث. طبعا هو ما جابليش تصريف ثالث، هو جاب لي صفه، يبقى في الحاله دي انا بجيب عندي يا جماعه فيرب تو بي. بقول لك هل هو باباك رجع حتى الان ولا لا؟ خلي بالك اوعى تتلخبط علشان الحاجات دي تريكات محتاجه الطالب اللي يبقى فاهم، بالله عليكم يا شباب. خلاص طيب نكمل الجمله اللي بعد كده نمبر 45 45. الجملة بتقول I have visited London but I haven't not been to Paris، أنا ذهبت لندن أو زرتها ولكن أنا عمري ما رحت إيه يا جماعة؟ لباريس. but I haven't never، أولا أقول لك إن never ما تجيش مع إيه يا جماعة؟ مع haven't، يعني نفي مع نفي غلط. هو أنا في مصطلح عايز أقول لك عليه إن haven't ده هي كده لما تيجي مع كلمة ever هي كده بتساوي كلمة إيه؟ بتساوي كلمة never. فالإجابة الصح يا شباب هتبقى إيه؟ صح كده عشان نحددها بقى بتاعتنا اللي شرحناها. الإجابة الصح هتبقى ever، طبعا هي اللي تيجي مع الايه؟ مع الجمله لو منفيه. Number 46 over the years Egypt spaced some giant projects. over the years على مدار السنين مصر نفذت كثير من المشاريع العملاقه. طبعا هنا يا ابطال لما نيجي نتكلم بيقول لك ان هي نفذت في حاجه حصلت في الماضي وخلصت، تمام، تدل على تراكم انجازات كبيره جدا في الماضي، صح ولا غلط؟ وموجوده حتى الحاضر، فبالتالي دي من ضمن استخدامات المضارع التام. يبقى اجيب هنا
التانية او الاخيرة، ولكن الفعل هي مصر، ومصر هي امي، وامي مفرد، فبالتالي هجيب معايا يا شباب letter B has carried out. Number 47. How long since you started TOEFL lessons؟ يعني how long كم المدة اللي انت ابتديت فيها. اولا عايز اقول لك على حاجة. الجملة بتاعتي هنا جاب لك since you started، منذ ان ايه، منذ ان بدأت. منذ ان يا شباب، منذ ان بدأت. طب يا ترى مصر هتبقى ايه؟ how long is it since you started، ولا how long has been، ولا had it been، ولا has it؟ اقول لك ثواني. هو هنا انت جبت لي since وبعدها ماضي ايه؟ ماضي بسيط، صح؟ طيب ينفع اقول لك how long has been؟ طب has been ايه؟ فين الفاعل؟ مفيش فاعل، يبقى الجمله بتاعتك مش صح. طب had it been؟ اقول لك لا، لان الاحداث مش في زمن الماضي، انا بتكلم عليك دلوقتي. صح ولا غلط؟ يعني المفترض اقول لك هنا ايه؟ how long has it been؟ لو كانت موجوده كانت صح. فبالتالي الاختيار بتاعنا يا شباب هيبقى ايه؟ how long is it؟ كام المده؟ خلاص نركز ونعرف سبب اختيارنا الباقي غلط ليه. الجملة بتقول in the last few years، يعني في آخر سنوات قليلة، تمام. some important achievements، بعض الإنجازات العظيمة حدثت. طبعا حدثت الإنجازات دي مبني للمجهول، فأنت لازم عندك been، يبقى وأنت مغمض هتختار لي هنا been made اللي هي إيه؟ letter B. number 49. we space abroad since 2015، يعني احنا سافرنا للخارج منذ 2015. it's unforgettable experience، يعني تجربة لا تنسى. فطبعا بقول لك احنا نقعد للخارج منذ 2015. طبعا ركز معايا، عندك هنا منذ 2015 فده مضارع تام بسيط، صح؟ بس خلي بالك ان بقول لك منذ الفترة دي كلها احنا ما ايه يا جماعة؟ منذ الفترة دي كلها احنا ما سافرناش، تمام. فبالتالي هتقول لي ناوي ابرود، طبعا انا عايز مضارع تام، يبقى في الحالة دي هتجيب لي انا انهي واحدة؟ ممتازين، هي لتر بي الوحيدة اللي تنفع للمضارع التام. haven't traveled. how long not English؟ قال لك I see your language is quite good، كان المدة اللي انت بتتعلم فيها اللغة الإنجليزية. فطبعا هنا انت بتتعلم، فطبعا دي صيغة استمرارية، فالإجابة الصح have you been learning، كم المدة اللي انت بتتعلم فيها. 51. we space research on the effect of global warming on daily activities، احنا بنعمل بحث على التأثيرات الاحتباس الحراري on daily activities، على الأنشطة اليومية. we are still working on it، احنا ما زلنا نعمل فيه. طبعا انت الجملة بتاعتك بيقول لك ما زلنا نعمل فيه، فبالتالي انت مضارع تام ايه يا جماعة؟ مضارع تام مستمر، ممتازين. فبالتالي هنجيب هنا ايه؟ have been doing. الله ينور عليكم. نخش على اللي بعدها 52. خلاص احنا خلصنا الجزء الخاص بالاختيارات. They space in London since 20 أو 2004 they are still living there. هم عايشين في لندن منذ 2004، هم ما زالوا عايشين هناك. طبعا انا بقول لك هم عايشين وما زالوا عايشين، يبقى معنى كده انك بتدي صيغة الاستمرار، تمام. يبقى هنا طبعا في صيغة اللي هي بتاعت since still living there، ما زالوا عايشين هناك. انت بتقول لي ان الجملة دي مضارع مستمر، يبقى have been ايه؟ have been living. I space with wrong heights all night أو all day. It's very interesting، يعني ممتع جدا. but I am only on chapter 3، ولكن أنا لسه في chapter 3، يعني بيقول لك أنا بقرأ فيها. فطبعا أنت بتقرأ فيها وعندك طبعا مصطلح أو اللفظ اللي هو دل على استمرار كلمة all day، يبقى الإجابة الصح بتاعتك مضارع تام مستمر have been reading. Your hands are really dirty، إيدك متسخة تماما. what؟ ثواني كده بس، بص قال لك هنا ار مضارع بسيط، يبقى عايز مضارع تام. يبقى اي ماضي تام عندك هنا بعد اذنك روحوني. يبقى بقول لك انت كنت بتعمل ايه، يبقى على طول هتختار لنا لتر ايه؟ لتر سي. خلاص ماذا كنت تفعل. نبص على الجمله اللي بعدها. they space the road to our village recently، هما بيرصفوا الطريق للقرية بتاعتنا مؤخرا. أولا كلمة recently قالت لك الجملة بتاعتك مضارع تام مع فعل كلمة بيف أصلا، فده طبعا بيفنج بيستغرق وقت طويل، تمام. فبالتالي بيجعل الايه؟ الفعل الاستمرار هو الايه؟ هو الأكثر مناسبة أو هو الأنسب لوصف النشاط اللي موجود في الجملة بتاعتي. فطبعا بيف هتبقى هنا they have been paving، هي دي الإجابة الصح. 56. she not a through cleaning of the house everything is sparkling، هما كانوا بيمسحوا بينظفوا المنزل، لذلك تلاقي ان في هنا ايه؟ ان المنزل نظيف موجود دلوقتي نظيف قدامنا. فطبعا انت بتقول ان هما not a through cleaning of the house. يا ترى هما been doing؟ اقول لك ثواني، هو في حاجه في الجمله بتاعتي هنا من اول through من اول النقط كده يا شباب دلت على استمرار؟ اقول لك لا. يبقى الاجابه الصح هتبقى ايه؟ she has done. خلاص هي قامت بالحاجة دي. وطبعا في هنا
دليل موجود ان الحاجة دي نظيفة بتلمع، فبالتالي هي مضارع تام. 57 not الأقصر before. هل انت زرت الأقصر before؟ قال لك yes I went there last summer. طبعا هل انت زرت يبقى هنا are you visiting مستمر غلط. have you been مبني للمجهول غلط. will you هل هتزورها إجابة غلط. الإجابة الصح هتبقى لتر إيه يا شباب؟ لتر بي هي الإجابة الأكثر دقة. يا رب نكون فهمنا الوضع اللي احنا اتكلمنا فيه، ونركز مع بعضنا كده يا شباب ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم على الجزء الخاص بسؤال الريرايت. نبص يا شباب كده على أول سؤال عندي في الريرايت. الجملة الأولى بتقول حنين is swimming in the pool. حنين بتسبح في الحمام السباحة. She started swimming half an hour ago. بدأت من نصف ساعة. قال لك دخل لي كلمة فور، فطبعا طالما دخل لي كلمة فور يبقى هو عايز هنا احول لي الجملة إلى مضارع تام. طبعا لما تيجي تحولها لي لمضارع تام يبقى سيادتك بتقوم جايب لي طبعا الفاعل بتاعنا اللي هو مين يا شباب؟ خليها لكم بالقلم الأزرق اللي هو حنين. تمام كده. وتبدأ تقول لي هنا إن حنين أهو مضارع تام يبقى هاز، وطبعا ان هي ذهبت يعني الحدث ده لسه موجود، يبقى تقول هنا حنين هاز بين سويمنج يعني هي لسه مستمرة فين يا جماعة؟ في السباحة. يبقى حنين هاز بين سويمنج ان ذا بول، وتجيب بعدها كلمة فور وتحط لي طبعا الوقت اللي هو اداهولك اللي هو فور هاف ان اور. تمام. طيب اللي بعدها بودي has read this computer for 3 weeks. has had يعني بودي يمتلك الكمبيوتر ده منذ 3 ايه يا شباب؟ منذ 3 اسابيع. طيب بقول لك دخل لي كلمه اجو يعني حول لي جمله من مضارع تام بوجود هاف او هاز والتصريف الثالث الى ماضي بسيط. يبقى انت بتجيب الفعل في الماضي البسيط اللي هو عمله اللي هو ايه؟ اشتراه. صح ولا غلط؟ يبقى على طول هتقول هنا بودي اشترى الجهاز ده. الماضي من باي هتبقى هنا ايه؟ بوت. this هو اشترى this computer. هو bought this computer امتى يا شباب؟ 3 weeks. وتجيب معاها كلمة ايه بقى اللي طلبها منك؟ ago. الجملة اللي بعدها إيمان went to the supermarket الساعة 6. now it's 7 p.m. يعني هي راحت السوبر ماركت الساعة 6 p.m. ودلوقتي الساعة 7. يعني معنى كده إن هي راحت وهي يا جماعة وما رجعتش حتى الآن. يعني عندك كذا اختيار ممكن نتكلم على فكرة. أقول لك هنا إيه؟ بص كده معايا. إيمان has دلوقتي الساعة 7 وهي بيقول لك يا وينت ذهبت إلى السوق. تمام. يبقى إيمان has been ركز معايا كده shopping for an hour. لو مش محدد لك هي رجعت امتى او ما رجعتش او ما زالت او كاني، انت ممكن تقول هي ذهبت للتسوق لمده ساعه. يبقى انت كده خرجت من باب الايه؟ انك تتلخبط يا ترى راحت ورجعت ولا راحت وايه وما رجعتش. تعال نبص على question number 4. الساعة دلوقتي 10 and I'm about to start writing my fourth. وأنا على وشك إن أنا إيه يا جماعة؟ أبدأ كتابة الإيه؟ my fourth letter الخطاب الرابع. هات لي كلمة so far. طبعا so far يعني مضارع تام. تمام. طيب يبقى معنى كده إنك هتقول لي الساعة دلوقتي 10 عادي جدا هتقول هنا it's أهي ما فيهاش أي تغيير ديت. it's إيه؟ 10. الساعة كام؟ 10. خلاص ثواني ما نحسنها لكم عشان تبقى باينة. it's 10. خلاص. وبعد كده تقوم جايب لي هنا بقى اهو and وتحول لي الجمله طالما طلب منك so far الى مضارع تام and I have. لكم معلش I have. طبعا هنا have ايه؟ انت عملت ايه؟ كتبت. يبقى الماضي من التصريف الثالث من رايت يبقى I have written. كتبت ايه بقى؟ كم خطاب حتى الآن؟ انت بادئ في الرابع صح؟ يبقى انت كتبت 3 يبقى 3 letters. وطبعا هنقوم جاي حاطين معاها كلمة ايه يا شباب في الآخر؟ so far. سهلة ولا صعبة؟ تمام. نبص يا شباب على question number 5. He has never driven another car since he started driving. He has never driven another car يعني هو ما ساقش أي عربية تمام أخرى منذ he started driving منذ أن بدأ القيادة. the only يعني الوحيدة صح؟ يبقى لما تيجي تقول هتقول هذه هي السيارة الوحيدة اللي هو ساقها منذ أن بدأ إيه يا جماعة؟ منذ أن بدأ القيادة. يبقى لما نيجي نحولها أقول لك هنا إيه؟ this is the only car he has driven. ونكمل الجملة زي ما هي ما فيش أي اختلاف. number 6. The last time I watched television was a week ago. آخر مرة شاهدت فيها تلفزيون كانت منذ إيه؟ منذ أسبوع. المعنى كده لما أقول لك دخل لي كلمة for يعني حولها لي لمضارع تام
يعني معنى كده انك ما شاهدتش فيلم او ما شاهدتش التلفزيون منذ اسبوع، يبقى تقوم جاي محولها لي تقول لنا ايه I haven't watched television. تجيب بعدها كلمة ايه for، والفترة الزمنية اللي هي كلمة ايه for a week. Number 7 بتقول when did he start working for this company، يعني متى هو بدأ العمل في هذه الشركة. هات لي كلمة ايه، هات لي كلمة بن. يبقى لو بصينا على الإجابة بتاعتنا يا شباب عشان تحولها لي تدخل لي كلمة بيني، يبقى معنى كده انك بتحولها لي الاستمرار. يبقى على طول هنا بدل when هتحولها لي الهاو ايه، ها هاو long. وطبعا هنا الفعل هي يبقى مضارع تام بهاز، ونجيب هنا هي ونجيب بعدها كلمة ايه يا شباب has he been working. how long has he been ايه يا جماعة، ها working for this ايه for this company. الجملة اللي بعدها this is her second visit، دي تاني زيارة ليها to the dentist للطبيب الأسنان this month هذا الشهر. has طبعا عشان ادخل كلمة has برضو بتحولها للمضارع التام، هتقول ان دي تاني زيارة ليها. تمام this is the second time. بص كده معايا this is ها the second. طيب ما قلناش اي حاجة لغاية كده، هنعمل ايه بقى يا مستر احمد، هتقوم جاي اللي هي زارت الطبيب فيه she has visited ايه the dentist this month، وكمل الجملة بتاعتك زي ما هي. Question number 9 رأفت started studying here 2 years ago، بدأ الدراسة هنا منذ سنتين. حولها لي ودخل لي فيها كلمة has، يعني معنى كده برضو انك بتحولها لي باستخدام المضارع التام. يبقى هتقول لي ايه، هتقول ان هو بدأ بيذاكر وبيدرس، يبقى هي نفس الايه نفس المعنى بس بالمضارع التام. يبقى رأفت ها هاز، بس هو لسه بيدرس، يبقى مضارع تام ولا مستمر، لا مستمر. يبقى رأفت هاز ها been ها studying، يعني هو رأفت لسه بيه يا جماعة بيدرس هنا here، وبعد كده تحط لنا كلمة ايه for 3 years، بقى له 3 سنوات. نبص على الجملة رقم 10 عندي ريماس hasn't paid her room rent yet، يعني ريماس لم تدفع أجرة الايه يا جماعة الإيجار بتاعة الايه الغرفة بتاعتها حتى الآن. هات لي كلمة still، هات لي كلمة ايه still. معنى كده ان هي still ما دفعتش، صح ولا غلط؟ طيب يبقى لما نيجي نقول هتقول هنا ايه ان الريماس هنجيب بقى هنا ايه، هنجيب still الأول. ريماس still ما زالت hasn't paid her room yet، وتشيل كلمة yet لأن yet بتدي نفس معنى كلمة ايه يا شباب، نفس معنى كلمة ايه still. تمام نبص على الجملة اللي بعدها when did you leave school. when did you متى أنت غادرت المدرسة. دخل لي سنس، لا إله إلا الله، ما هو كده برضه بيلعب على جملة إيه، على جملة المضارع التام. بس عشان أدخل سنس في جملة المضارع التام كسؤال بعمل إيه، بجيب هنا السؤال الشهير عندي في المضارع التام اللي هو بدل طالما بيسأل على زمن يبقى بسأل بهاو إيه، بهاو لونج. بسأل بيها يا جماعة بهاو لونج، وبعدها هاو لونج. ركز معايا اللي إحنا قلناها قبل كده is it. هاو لونج إيه is it، يعني كام المدة since you ليف بقى ولا ليفت، لا ليفت. ليه، لان بجيب بعدها ماضي بسيط سينس يو ليفت سكول. هتقول يا مستر احمد سينس هنا مش هتجيب لي قبلها هاف وهاز ليه، اقول لك لان طبعا انا بسال على مده، انا زي الجمله اللي احنا حليناها في الاختيارات من شويه فوق، قلت لك طالما ما جابليش هنا زمن هاف او هاز ما ينفعش اجيب بعدهم تصريف ثالث، يبقى ما اجيبش هاز ات في ايه في الصيغه الاستفهاميه. نمبر 12 It's 3 years since I went away on holiday. قال جاب لك هنا since وجاب لك هنا it is اهو، بص نفس الشرح اهو اللي هي الجمله اللي فوقها. قال لك هنا ايه اتس وجه بعدها فتره زمنيه، هي نفس النظام لان فوق هنا مفيش فتره زمنيه محدده، فانا بالتالي ما جبتش هنا ايه، ما جبتش هاف او هاز، لان جبت قبل سنس مده اتس ومده وبعدها ماضي بسيط. ده نفس الشرح بتاع القاعده دي. طيب هات لي كلمه فور. طيب يا فندم انا بقول لك اتس بقالنا 3 سنين منذ انا ذهبت في اجازه، يبقى معنى كده هتقول لي هنا في الجمله بتاعتي يا شباب هتقول انا ما ذهبتش في اجازه بقالي 3 سنين، يبقى تقول هنا اي ايه ها I haven't وبعدها كلمة ايه been I haven't been on holiday، أنا لم أذهب في أجازة. تمام وتدخل لي هنا كلمة for، والتمييز بقى بتاعنا اللي هو 3 ايه 3 years بقالي
3 سنوات. كده يا شباب نكون خلصنا جزء خاص بالجرامر يونت 2 سواء بقى ام سي كيو اختيارات او سؤال ريرايت. اتمنى من الله التوفيق والسداد وتكونوا استفدتوا بالفيديو كويس. دعواتي وتمنياتي لكم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وانتظروا الفيديو الجزء الثالث في يونت 1 الخاص بالمهارات والستوري. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.